قبل ما نبدأ الفيلم متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. قصة فيلمنا بتتكلم عن ديناصور بيبعد عن أهله وهو لسه في البيضة بتاعته وبيتربى بعيد عنهم، لكنه بيقدر ينقذ أهله اللي اتربى معاهم من خطر كبير بيهددهم ويهدد الأرض كلها. خلونا نكمل الفيلم ونشوف هيحصل إيه. بيبدأ الفيلم بغابة وسط قطيع كبير من الديناصورات، وبنشوف ديناصورة وهي بتراقب البيض بتاعها، وبيجي ديناصور صغير يلعب في البيض لكن هي بتبعده، بيفضل يلعب في كل مكان لحد ما بيجري ورا فراشة وبيدخل جوه الشجر. لكن فجأة بيهجم عليه ديناصور ضخم من فصيلة الديناصورات آكلة اللحوم اللي بتاكل إخواتها عادي يعني، وبيفضل يطارد الديناصورات ويجري وراهم. وبتحاول ديناصورة تحمي البيض بتاعها لكن بيدمر الديناصور العملاق، وبيقدر في الآخر يسيطر على ديناصور من القطيع وبياكله. وبتكون في بيضة واحدة بس هي اللي نجت من الهجوم، لكن بيجي ديناصور صغير من فصيلة تانية وبيخطف البيضة وبيهرب بيها، وبيكون عايز يكسرها لكن بيجي ديناصور وبيتعاركوا على البيضة لحد لما بتقع منهم في البحيرة وبتاكلها سمكة عملاقة لكن بتنزلها من بقها تاني. وبتفضل البيضة تتنقل بين حيوانات مفترسة كتير ومش بيحصل لها حاجة، سبحان الله، وكأن القدر واقف معاها عشان يحميها. لحد لما بيجي طائر وبيخطفها معاه لبعيد وبيفضل يطير بيها مسافة طويلة جدا فوق قطيع كبير من الديناصورات، لكن بتيجي طيور يخطفوا البيضة فبتقع منهم وسط الشجر على قطيع القرود اللي بيهربوا منها. لكن بتقرب من البيضة بحذر قردة اسمها بيليو، لكن البيضة بتفقس وبيخرج منها ديناصور صغير وبتشيله بيليو وبتوريه لابوها اللي بيكون قلقان جدا منه، بيقول لها انه وحش صغير اكل لحوم، خلي بالك، ولما هيكبر هياكلهم كلهم ولازم يتخلصوا منه، وبياخدوا منها علشان يرميه، لكن مش بيقدر وبيخليه معاها وهي بتوعده انها هتحافظ عليه وتربيه وهتخليه يكره ياكل اللحوم. وبتتجمع كل القرود حواليه وبيكونوا فرحانين بيه، وبتمر السنين وبيكبر الديناصور وبيكون اسمه ليدار، وبيفضل يلعب مع القرود ويجري وراهم وبيمثل انه اكل واحد منهم علشان يخوفهم، وبيخرجوا من بقه تاني وبيفضلوا يهزروا. بتكون بيليو شايفاهم وبتقول لهم يبطلوا لعب ويروحوا لمهرجان التزوج، وكل قرد هناك بيقابل قردة وبيتجوزوا. وبتطلب من ألدر يدور على زيني ويجيبه معاه، وبيروح له وبيشوفه وهو بيتدرب يقول ايه لأي قردة علشان تعجب بيه وتقدر تتجوزه يعني. وبيبدأ المهرجان وكل قردة بتختار القرد اللي هتتجوزه وبتتسلق معاه عيدان الشجر، ما عدا زيني اللي بيفضل لوحده بيواسيه ألدار وبيقول له إنه معاه فرصة السنة الجاية يقابل شريكته. وهو بيتجاهل وبيقول له إنه مش زعلان، وبيقول الأب لبيليو إنه زيني مسكين لأنه الوحيد العازب في القبيلة، لكن هي بتقول له والدار كمان وحيد. وفجأة بيلاحظوا نيازك نازلة من السماء وبيتسلق زيني الشجرة علشان يشوفهم. تسأل بيليو ألدر عن بنتها سوري وبيعرفها إنها على الشجرة من فوق، وفجأة بتحصل انفجارات في الأرض وبتجري كل القرود وبتطلع بيليو تنقذ سوري من على الشجرة، وبيطلعوا على ظهر ألدار بيفضل يهرب بيهم من وسط الانفجارات اللي بتحصل. وبيركب الأب وزيني على ظهره وبتدمر الجزيرة بالنيازك، ومش بيكون قدام ألدار غير إنه ينط في المحيط. ولما بيخرج منه بيكتشفوا إن الجزيرة اتدمرت والكل مات ومفضلش غيرهم هم بس، وبيكونوا زعلانين طبعا ومتأثرين. وبتعيط سوري وبتحضنها بيلي وبيقول لهم ألدار إنهم ما ينفعش يفضلوا هنا كتير، وبيطلعوا على ظهره وبيودع ألدار المكان لآخر مرة وبيمشي بيهم، بيفضل ماشي 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 بيهم وسط الصخور والصحراء، لكن بيلاقي قدامه مجموعة من الديناصورات المفترسة وبيجروا وراهم، وهو بيفضل يجري ويهرب منهم لحد لما بيبعد عنهم وبيلاقي نفسه قدام قطيع ديناصورات كبير. ولما بيمشوا بيلاقوا وراه الديناصورات المفترسة وبيقرر يبعد عنهم ويمشي مع القطيع، وبيشوف القطيع واقف عند مكان معين وبيقول الديناصور بروتين لزعيمهم الديناصور كرون ان ده مكان امن يستريحوا فيه لان الديناصورات تعبت، لكن هو بيرفض وبيأمرهم يكملوا الرحلة وبيكونوا في طريقهم لأرض المقام. وبيتكلم ألدار مع ديناصورين وبيعرفهم ان القرود اللي معاه بيكونوا عيلته وانهم نجوا من الموت بأعجوبة. وبتسألهم بيليو عن أرض المقام دي وبيعرفوها إنها أجمل مكان ممكن تروح ليه، وهناك الديناصورات بتضع بيضها وتنتظر أطفالها، لكن بيعرفوهم إن الرحلة صعبة والقائد كرون بيقودهم بلا رحمة ومش بيرأف بيهم. وبيشوف قدامه كرون وبيروح يتكلم معاه وبيطلب منه يبطأ سرعة القطيع شوية علشان الديناصورات العجوزة تقدر تلاحقهم، لكن هو بيرفض وبيحذره يعارضه في كلامه تاني. وبتقول له أخته نيرا إن أخوها كرون بيتعامل مع الغرباء كده حتى لو كانوا جذابين وبيبان إنها معجبة بيه يعني.
وبيجي الليل وبيناموا، وتاني يوم بيأمرهم كرون يكملوا رحلتهم، وبيقف في الطريق وبيعرفهم ان الطريق مفيهوش ميه يشربوا، ولازم يمشوا بسرعه قبل الديناصورات المفترسه ما تلحقهم وتخلص عليهم. وبيكون الطريق قدامهم طويل جدا وشاق، والشمس فوق دماغهم، وبيجهدوا علشان يكملوا طريقهم. وبيموت ديناصور في الطريق وبتاكله الديناصورات الصغيره المفترسه، وبيفضلوا ماشيين لتاني يوم. وبيتعب ديناصور في الطريق وبيساعدوا ألدار وبيشجعوا انهم قربوا من البحيره، ولما بيوصلوا لها بتكون جفت من الميه. وبيؤمر كرون واحد من الديناصورات يدور على ميه في اي مكان حواليهم، وبيزعق لهم كرون وبيقول لهم لازم يكونوا اقوياء لان ارض المقام فاضل عليها ايام ويوصلوا. وبتقول نيرا لاخوها انهم مش هيقدروا يكملوا رحلتهم من غير الميه، وهيموت نص القطيع مثلا. وهو بيقول لها كويس، على الاقل النص القوي هو اللي يستحق يوصل لارض المقام. وديناصور منهم بيكون فقد الامل وبيحاول الدار يساعده، لكن بيخبط على الارض بقوه وبيخرج منها ميه وبيشربه. وبيندى الدار على باقي الديناصورات علشان يشربوا، وبيشرب الكل. وبنشوف الديناصورات اللي بعدت عن القطيع علشان تدور على ميه، بيهجم عليهم الديناصورات المفترسه وبيهربوا بسرعه. وبيساعد الدار اتنين من الديناصورات الضعيفه يشربوا، وبتلاحظ نيرا ده وبتكون معجبه بيه على الاخر انه بيساعد الاطفال الصغيره يعني وكده. وهو بيساعدها تشرب هي كمان، وبيقول لها لو اتحدوا سوا وساعدته هيقدروا يوصلوا بكل القطيع لارض المقام. وبتبدأ علاقة الحب بقى بينهم، وبيجي بروتين وبيعرف كرون ان الديناصورات المفترسة وراهم ولازم يمشوا بسرعة، وبيأمر القطيع يتحركوا بأكبر سرعة ممكنة. لكن بيتدخل قدره وبيقول له ان كده كبار القطيع مش هيلحق الباقي وهيموتوا، وهو بيقول له ان ده المطلوب ولو ضحى بيهم هيقدر يهرب بالباقي. وبيهجم عليه وبيحذره يتدخل في قراراته تاني، وبيخلي نيرا تبعد عنه وهي بتطلب منه يبعد وهتعرف تتصرف مع اخوها. وبيطلع القرود على ظهره علشان يجري بيهم، لكن بيلاحظ ان الديناصورات العجوزه مش قادره تلحق القطيع فعلا، وبيقرر يبطئ السرعه ويمشي معاهم. وبالليل بتوصل الديناصورات المفترسه للميه وبيشربوا منها. وبيسمع الدار والديناصورات اللي معاه صوت ديناصور، وبيكونوا مفكرين انها المفترسه، لكن بيلاقوه بروتين وبيكون بعيد عن القطيع ومتعور في جسمه. ولما بيروح الدار علشان يساعده بيرفض مساعدته، وبيعرف الدار انهم هيدخلوا يستريحوا في الكهف شويه لو حب يرجع في كلامه وينضم ليهم. وبالفعل بيروح يستخبى معاهم، بتلاقي بيلي وعشبة كانت بتنمو على جزيرتهم، وبتروح تساعد بروتين وتضمد الجرح ليه، وبتقول له ان العشبة هيساعده يشفى. وهو بيقول لها انه استسلم لقدره وانه هيموت هنا، وبتعرفه ان ده اختياره، يقرر يستسلم للموت مش قدره. وبيناموا، لكن بتوصل الديناصورات المفترسه للكهف وبيصحي الدار الباقي علشان يهربوا، لكن بيعملوا صوت وبتسمعهم الديناصورات المفترسه وبتفضل تطاردهم وتجري وراهم. وبيكونوا هيقتلوا ديناصور، لكن بيتدخل بروتين وبيتقاتل مع الديناصورات وبيوقع عليهم احجار من الكهف، لكن بيموت في الاخر ومش بيقدر الدار ينقذه. وبيشوفوا واحد من الديناصورات المفترسه، لكن مش بيعمل لهم حاجه لانه بيكون تعب من المطارده وبيطلع من الكهف. وبنشوف باقي القطيع وبيكمل طريقه في الصحراء والحر، وبيتعب ديناصور صغير ومش بيكون قادر يكمل، وبتساعده نيرا وبتشجعهم، وبيوصل الدار وفريقه لاخر الكهف. وبيشوفوا انه مسدود وبييأسوا، لكن زيني بيشيل الصخور اللي قدامهم وبيلاقي نور. ولما بيشيلوا باقي الصخور بيلاقوا المخرج، وبيلاقوا نفسهم في أرض المقام أخيرا، وبيكون شكلها جذاب جدا وجميل، وبيفرحوا بيهم وبينزلوا في البحيرة. لكن الدار بيسأل عن باقي القطيع وبيطمنوه انه هيجي قريب، لكن بيكتشفوا ان الطريق اللي هم هيوصلوا منه مسدود ومش هيعرفوا يدخلوا لأرض المقام. وبيقرر الدار يروح يساعدهم ويحذرهم، وبيكونوا بالفعل وصلوا لطريق مسدود. وبتسأل نيرا اخوها هيتصرفوا ازاي، وبيقول لها تاني يوم هيتسلقوا الصخور دي. وبيكون الدار في طريقه ليهم وبيشوف الديناصور المفترس وبيستخبى منه قبل ما يشوفه وياكله. وتاني يوم بيشجع كرون القطيع وبيقول لهم لازم يتسلقوا الصخور والا هيرجعهم لبيتهم من تاني. وده بيكون صعب وشق عليهم جدا، لكن بيوصل الدار وبيوقفهم وبيقول لكرون لازم يبعدوا القطيع من هنا بسرعه لان الديناصور المفترس في طريقه ليهم، وانه لقى مكان في الوادي قريب هيوصل لهم لارض المقام سالمين. لكن هو بيعترض كلامه وبيرفض ياخد بنصيحته، لكن بيلاقي كرون ان القطيع سمع كلامه وماشيين وراه، وبيتجنن وبيدخل في قتال معاه وبيفضل يهاجمه، وبيكون لسه هيقتله. بتتدخل نيرا وبتبعده عنه وبتنقذ الدار وبتمشي معاه، وبيمشي باقي القطيع وراهم. وبيفضل كرون لوحده وبيقرر يتسلق الصخور لوحده، لكن بيدخل عليهم الديناصور المفترس وبيخاف القطيع منهم، لكن بيقول لهم الدار ما يتفرقوش ويكونوا سوا علشان ما يقدرش يتغلب عليهم. وبالفعل بيقفوا قصاده بكل شجاعه ومش بيقدر يعمل لهم حاجه، وبيكملوا طريقهم عادي. وبياخد باله ان كرون لوحده وبيقرر يهجم عليه، ولما بيلاحظ الدار بيجري علشان ينقذه، وبتجري وراه نيرا وبيهجم الديناصور المفترس على كرون وبيدخل في قتال معاه. وبيحاول الدار يقتله وبينجح في الاخر يوقعه من على الصخور، واخيرا بيموت. لكن بيموت كرون هو كمان ومش
بيقدروا ينقذوه، وبيوصل أردار بباقي القطيع لأرض المقام، وبعدها فترة بيتجوز هو ونيرة، وبيكونوا مستنين البيض بتاعهم يفقس، وبيخرج أول ديناصور صغير من البيضة وبتشيله بيليو وبتقول إنه شبه أبوه بالظبط ما شاء الله. وبيجي جيران جداد للمكان وبيكونوا قرود وكلهم بنات، وبيتلموا حوالين زيني اللي بيتبسط جدا وبيفرح الكل وبيعيشوا في سلام وأمان. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك بقى الفيلم يا سيدي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.